الفيديو ده انا جاي لك بمقارنه ما بين اهم موبايلين نزلوا في فئه سعر 7000 جنيه، والموبايلين دول هما الريلمي 10 والسامسونج 24. هعرفك بقى في الفيديو ده كل حاجه تخص الموبايلين دول بقى من حيث التصميم والشاشه والاداء والبطاريه والكاميرات، وهعرفك بقى احسن موبايل تشتريه فيهم من حيث اولوياتك انت. فقبل ما نبدا الفيديو كده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وبس كده خلينا نبدا في الفيديو. خلينا نبدا كده على طول بتصميم الموبايلين. وهنا انت عندك الموبايلين جايين بظهر من البلاستيك، والاثنين ظهرهم بيبصم نوعا ما، ولكن الصراحه الظهر بتاع سامسونج 24 بيبصم جدا، بيبصم اكتر بكتير كمان من الريلمي 10، وخاصه بقى اللون الاسود من السامسونج 24 بيبصم قوي بصراحه. حرفيا اقل لمسه كده هتلاقي الموبايل ده بيبصم، عكس الريلمي 10 اللي نوعا ما مش بيبصم قوي زي سامسونج 24. اما من نقطه الشكل الصراحه فالاثنين شكلهم كويس. عندك الريلمي 10 جاي بنفس تصميم الريلمي 10 برو بلس اللي هو اغلى منه بحبه حلوين، وعندك برده سامسونج 24 جاي بنفس تصميم بقى الاس 23. فانت بقى تختار الشكل اللي يعجبك على حسب ذوقك الصراحه، ولكن البلاستيك بتاع الريلمي 10 افضل من بلاستيك السامسونج 24. ففي نقطه التصميم هدي بوينت للريلمي 10. خلاص نتكلم بقى عن التصميم دلوقتي، نيجي للشاشه. وانت هنا عندك شاشتين على الورق يعتبروا نفس الشاشه بالظبط، يعني تتكلم في ان الشاشتين هنا هما سوبر اموليد شاشه 90 هرتز فول اتش دي. الفرق بينهم هنا هو السطوع. سطوع شاشه السامسونج هنا بيوصل لحد 1000 نتس، انما سطوع الريلمي فهو اخره تقريبا 700 او 800 نتس. فهتلاقي طبعا ان سطوع السامسونج اعلى تحت الشمس. ولكن بقى لو هتتكلم على شكل الشاشه فطبعا شكل الريلمي احسن كتير. هول بانش بقى في نص الشاشه كده، وحافه تعتبر قليله شويه، عكس سامسونج اللي جاي بنوتش بقى وحافه كبيره وكده. وعلى فكره نقطه الشكل بتاعت الشاشه دي بتفرق لناس كتير من ضمنهم انا برضه. ولكن لو هتتكلم بقى عن البانل نفسها فطبعا البانل ال 24 احسن كتير، هتديك بقى الوان احسن، وبما ان اصلا سامسونج شركه شاشات يعني فمن الاخر يعني الشاشه دي تكون احسن شاشه في الفئه السعريه دي، اعلى سطوع واحسن الوان. ولكن الصراحه حوار بقى الحواف الكبيره والنوتش ده مش افضل حاجه، خصوصا بقى ان انت عندك موبايلات ب 6000 جنيه وجايين بشكل احسن من كده. انما لو انت عايز موبايل كشاشه بقى يديك الوان كويسه وكده فلا طبعا السامسونج احسن. ولكن النقطه الوحيده اللي ريلمي يتفوق فيها من نقطه الشاشه هي الشكل. فمن الاخر انت لو عايز شكل شاشه فاختار الريلمي 10، انما لو عايز شاشه بقى بجد كالوان وكده فاختار طبعا السامسونج. ففي نقطه الشاشه الصراحه انا هدي بوينت لل 24، لان انا مش هبقى شاري الموبايل علشان شكل الشاشه، انا شاري الموبايل علشان استمتع بالشاشه نفسها. نيجي بقى دلوقتي لاداء الموبايلين. وانت هنا عندك في الموبايلين نفس المعالج بالظبط، الهيليو جي 99. معالج بقى 6 نانومتر، معالج يعتبر جديد، بيديك الصراحه اداء احسن بكتير بقى من الهيليو جي 85 وال 88 الموجودين في الموبايلات اللي في نفس السعر ده. وسواء بقى واجهه ريلمي او واجهه سامسونج فالاثنين الصراحه خفاف جدا، فهتستمتع هنا من الاخر بتجربه ممتازه من حيث الاداء، سواء بقى في الالعاب بقى في التنقل بين الابلكيشنز احسن الصراحه من الريلمي سي 55 او من الريدمي نوت 11 اس. فانت هنا من نقطه الاداء ما نقدرش نكسب اي حد فيهم لان الاثنين يعتبروا واحد. كمان عندك الموبايلين جايين بنفس سرعه التخزين اليو اف اس 2.2. خلاص نتكلم بقى عن الاداء دلوقتي، نيجي للتجربه الصوتيه. وانت هنا في التجربه الصوتيه الاثنين جايين بسماعات مونو، فالصوت المونو ده بيبقى جاي من ناحيه واحده بس مش زي الاستيريو بقى، ولكن الصراحه مونو عن مونو يفرق. المونو بتاع ريلمي كده تحس ان هو صوت سطحي مش احسن حاجه، انما المونو بتاع سامسونج الصراحه صوت اقوى وصوت اعلى، فصوت السامسونج الصراحه يكسب الريلمي. نيجي بقى دلوقتي للكاميرات. وانا بصراحه في مقارنه الكاميرات مش ههتم خالص بالارقام، مش هقول لك بقى ان الريلمي كام ميجا بكسل وسامسونج كام ميجا بكسل، لان انا شفنا قبل كده من كام سنه ابل عادي جدا تنزل لك الايفون بكاميرا 12 ميجا بكسل وتتفوق بقى على اي موبايل نازل. فاحنا نركن كده الارقام دي على جنب، خلينا نتكلم هنا على طول على الصور اللي بتطلع من الموبايلين. بس قبل ما نتكلم عن الصور ما تنساش ان سامسونج هنا جايب مثبت بصري، واللي هيساعدك جدا في التصوير بالليل مثلا او في تصوير الفيديو والكلام ده. وحاجه كمان برده مهمه جدا ان الريلمي 10 ما فيهوش الترا وايد، زاويه بقى التصوير الواسع والكلام ده مش موجود في الريلمي 10. لما تيجي تشوف كده الصور اللي طالعه من الموبايلين هتلاقي تفوق واضح جدا للسامسونج 24، وده الطبيعي. سامسونج متفوقه من زمان جدا في حوار الكاميرات، سواء بقى معالجه سامسونج استخدامهم للسنسورات النظيفه. بصراحه الصور سامسونج احسن كتير من صور الريلمي، ولكن الصراحه الموبايلين دول لما تيجي تصور بيهم بالليل مش افضل نتيجه، لان دول يعتبروا مش موبايلات حتى فئه متوسطه، دي تعتبر موبايلات كده تحت الفئه المتوسطه. فمن الطبيعي جدا تصوير بالليل كده مش احسن حاجه. حط في دماغك كده ان الموبايلين دول اصلا لو الاسعار كويسه هيبقوا نازلين في رينج 4000 جنيه، فهنا مش افضل تجربه تصوير بالليل بقى سواء بالكاميرا الخلفيه او بالاماميه. ولكن بالنهار الصراحه السامسونج يتفوق جدا، وفي تصوير الفيديو الاثنين اخرهم 1080 30 فريم في الثانيه. فبرضه هنا في نقطه الكاميرات هندي بوينت لل 24. نيجي بقى دلوقتي لعوامل الامان. عندك هنا بصمه في الموبايلين في زرار الباور، والصراحه البصمه كويسه جدا في الموبايلين سواء بقى الريلمي او السامسونج، في البصمه الصراحه كويسه جدا. يا دوب انت بتلمس الزرار ممكن يتاخر ثانيه ولا حاجه ويقوم فات، ولكن ان جيت تدقق يعني فالبصمه في الريلمي الصراحه اسرع سنه، ودي تعتبر السرعه الطبيعيه يعني بالنسبه للموبايلات في الفئه السعريه دي. كمان برضه الفيس انلوك بيفتح الصراحه كويس جدا، ولكن تحسه في الريلمي اسرع شويه. ففي نقطه البصمه بقى والكلام ده هندي بوينت هنا للريلمي 10. نيجي كده لشويه حاجات كده مهم ان انت تعرفها عن الموبايلين. اولا كده الموبايلين دول فيهم مدخل 3.5 مللي، بما ان يعني الصوت مونو كده فانت محتاج ان انت تركب سماعات عشان تاخد تجربه الاستريم. عندك هنا بقى الريلمي 10 في بروكسيميتي سنسور هنا هاردوير، بمعنى انت في مكالمه مثلا ولا حاجه تحط الموبايل على ودنك يقوم قافل على طول. انما هنا في السامسونج هو سوفت وير، ولكن عايز اقول لك الصراحه السوفت وير بتاع سامسونج زي الهاردوير بتاع باقي الشركات، حرفيا هو مش بيغلط. فانا هنا مش فارقالي يبقى سوفت وير ولا هاردوير، اللي يهمني هنا هو ان هو بيطفي على طول اول لما احطه على ودني، واول لما اشيل الموبايل كده من على ودني يقوم فاتح على طول، مش عايزه بقى يهنج وكده. فحوار السنسور ده شغال كويس جدا في الموبايلين. عندك
عندك هنا ان اف سي موجود في السامسونج 24 مش موجود في الريلمي 10. نيجي بقى دلوقتي لاخر حاجه وهي البطاريه، وعايز اقول لك ان نقطه البطاريه دي اصلا كفيله انها تخليك تفكس خالص لل 24 وتشتري ريلمي 10. البطاريه هنا في الموبايلين هي نفس الكباسيتي 5000 ملي امبير، ولكن فرق هنا بقى ان الريلمي 10 جاي بسرعه شحن 33 واط عكس سامسونج اللي جاي هنا بسرعه 25 واط بس. طب فكك هنا من السرعه خالص لان 25 من 33 مش فارقه كتير. الفكره هنا كلها ان الشحن مش في العلبه عند سامسونج، بمعنى ان انت مثلا رحت اشتريت سامسونج 24 كل اللي هتلاقيه في العلبه هو الموبايل وسلك الشاحن، انما الريلمي 10 فيه كل حاجه حرفيا. عندك راس الشاحن، عندك السلك، عندك كمان كفر في العلبه، وفي سكرينه متركبه على الموبايل. كل الكلام ده مش موجود في السامسونج، فده عيب قوي جدا في السامسونج الصراحه. كمان في حاجه برضو مهمه هي ان بطاريه الريلمي 10 احسن من السامسونج 24. ما تفهمش بقى في ايه على الرغم ان هما نفس المعالج اصلا، الا ان بطاريه الريلمي بتقعد وقت اطول. بطاريه الريلمي هتكمل معاك اليوم كويس جدا لو استخدامك متوسط، وكمان هيتبقى منها. عكس السامسونج بقى لو انت استخدامك متوسط فهي يا دوب هتكمل معاك اليوم ولكن مش هتبقى منها حاجه، انما الريلمي هتكمل معاك اليوم وهتكفي كمان الريلمي هنا بيشحن في ساعه بالظبط، انما السامسونج ممكن يقعد له مثلا ساعه وربع ولا حاجه. فرق الربع ساعه ده زي ما بقول لك مش فارقه خالص. الفكره هنا ان الشاحن مش في العلبه اصلا، ولا في كفر ولا في اي سكرينه حتى متركبه عليه، فانت هتدفع ثمن السامسونج وهتزود عليه كمان بقى كفر وسكرينه وشاحن، والثلاث حاجات دول كده يخش لهم في حوالي 350 جنيه ولا حاجه. ولكن ما تنساش هنا ان الريلمي 10 جاي بضمان دولي، بمعنى ان انت هتروح تشتريه من المحل مثلا، المحل هيديك ضمان من عنده، اللي هو لو حصل اي مشاكل بقى عيوب صناعه في الموبايل ولا حاجه تقدر ترجع الموبايل ده للمحل، ولكن مده الضمان ده بيبقى شهر مثلا ولا حاجه، عكس السامسونج اللي جاي هنا بضمان محلي. كمان الموبايل ده داعم هنا ل4 تحديثات اندرويد، وده شيء مش موجود في الريلمي ولا في اي شركه اندرويد ثانيه. نيجي بقى دلوقتي لسعر الموبايل. سعر هنا الريلمي 10 النسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام 7500 جنيه، اما النسخه الاعلى بقى ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام 8200 جنيه. انما بقى سعر سامسونج اللي النسخه الوحيده اللي متوفره هنا في مصر ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7900 جنيه، وزود كمان عليهم 300 جنيه بقى للشحن والكفر والسكرين والحاجات دي كلها. هيوصل بيك الحال كده ان الموبايل هيوصل ل 8200 جنيه، فالاثنين تقريبا نازلين بسعر متقارب. خلينا بقى نشوف كده الموبايلين دول هيناسبوا مين. مبدئيا كده الريلمي بيتفوق هنا في ان البلاستيك بتاعه احسن، وكمان جاي بشكل شاشه احدث، وبطاريه هتقعد معاك وقت اطول، وشاحن اسرع موجود في العلبه. انما السامسونج هيديك افضل تجربه شاشه وافضل تجربه كاميرا في الفئه السعريه دي، والاثنين جايين باقوى اداء في الفئه السعريه دي. فلو انت عايز شاشه او كاميرا مثلا فهتتجه على طول على سامسونج 24. انما لو عايز تاخد بقى بطاريه او سرعه شحن او تصميم شكله احسن، شكل الشاشه مثلا والحاجات دي، فاتجه على طول على الريلمي 10. وبس كده دي كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. وبس كده اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.